ما كانش ينفع نختم اليوم بدون تعليق سريع عن البوستر الأولاني لفيلم سوبرمان القادم معانا في يوليو 2025. وبعد غياب أكتر من 12 سنة لفيلم مان اوف ستيل بيرجع معانا شخصية سوبرمان من تاني. ما أظنش هيبقى فيه خلاف على الموضوع ده، بوستر رايق، بوستر فخم وبوستر رائع. يعني الساوند تراك كمان اللي نزلت مع البوستر ده كإعلان تشويقي ونظرة تشويقية أولى بتدينا إيحاء إن الفيلم ممكن يكون فيه حاجة حلوة غير متوقعة من الكلاون جيمس جان، اللي الواحد ما يتوقعش منه إن الفيلم ده يبشر بالخير إطلاقا، ولكن كنظرة أولى لا، رائع جدا الصراحة. بس اللي مضحكني اصلا في البوستر ده هم قد ايه بيحاولوا الديزاينر يخبوا البوكسر. بص البوكسر، والله البوكسر موجود. سوبرمان مهما حاولت تهرب من اصلك هترجع دايما وهتفضل سوبر كلوت. وكمان عشان نكون حقانيين، يعني كل بوسترات اصلا افلام سوبرمان بالنسبه لي بتكون فخمه وبتعبر عن حاله الفيلم، بدايه من السبعينات من كريستوفر ريف، وحتى 2006 براندن روس، 2013 هنري كافيل، وطبعا 2025 ديفيد كورنسويت. هنشوف نتيجة الفيلم النهائية هتعبر عن ايه طبعا بعد الاعلان اللي هينزل معانا يوم الخميس الجاي. واهمية الفيلم ده جاية من منطقة حساسة جدا، كونه نهائي القرن، كونه حاجة مش هتتكرر، كونه ضربة قاضية زي ما بتقول للشركة المنتجة وشركة دي سي. حاجة كده كلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة، نهائي الاهلي والزمالك في نهائي القرن، سميها زي ما تسميها، ولكن الفيلم ده هيكون بمثابة الضربة القاضية. هل دي سي هتتباع؟ هل دي سي هتنتهي؟ ولا دي سي هتنطلق انطلاقة جديدة في 2025 بعد فيلم سوبرمان؟ قدامنا 8 شهور وهنكتشف الموضوع. ومن هنا ولحد ما نكتشف الموضوع في يوليو 2025 هفضل مش مطمن لك من نتيجة أعمالك السابقة، خفيفة وممتعة ولطيفة، ولكن كفيلم وحجم الفيلم سوبرمان ما تخيلكش إطلاقا. حاسس ومتوقع ان هيكون في خازوق، ولكن انا صدري رحب ومتوقع ان الاعلان يكون حاجة فخمة، واتمنى ان الفيلم يطلع على عكس توقعاتي كلها، ولكن هفضل مش مطمن لك يا اخي اقسم بالله. Oh shit. Here we go again.